حبايب قلبي، عاوز اقول لكم ان احلى حاجه ان انا مبسوط، وما دام انا مبسوط ابشركم بفيديو عالمي. لسه حالا مخلص الماتش بتاع مصر وبلجيكا، لاول مره اتفرج على ماتش احس ان انا راضي عن منتخب مصر. قبل اي حاجه كالعاده بحب اشكر الناس اللي بتدعمني، والناس الجميله دي اكتر ناس عملت كومنتات حلوه على الفيديو اللي فات وعملوا رايك، فشكرا ليكم. واتمنى كل الناس تشارك، كل الناس تعمل كومنتات. اكتر حد يعمل كومنتات على الفيديو ده هيظهر معايا الفيديو الجاي. ده غير ان انت لازم تكون عامل لايك عشان عايزين نوصل الفيديو 10000 لايك. بص ابدا الفيديو كلاب تبدا معايا. عارف اول ما اطفي الكاميرا الكلاب هتسكت، فمش بيعرفوا منين والله. في سلسله فيديوهات جامده قوي بتتعمل على الانستجرام والتيك توك والفيسبوك، فحاولوا تيجوا تتابعوني في كل حته من خلال اللينك اللي انا سايبه لك في اول كومنت. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. سيب لي بقى اللي في ايدك وخش بينا يبدا على اول فيديو. انت لو معاكي دبوس فرايد تشيكن هتوقفي اكل عند انهي رقم؟ لو جعانه قوي 2. لو جعانه قوي 2، انا لو نفسي مسدوده هبقى 5. لو جعانه شويه 1، لكن استحاله اوصل للمراحل دي. بجد؟ لا 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 لا. بجد يا فنانه عمرك وصلت المراحل دي؟ انا عاوز اقول لك انا ساعات باكل الدبوس بالعظمه، بعتبرها سناكس زي سامبايتس عادي يعني. لما تاخدي صاحبك مكان جديد. لو سمحت انا عايزه 2 ايس سبانيش لات. انا الشخص ده يا جماعه عادي، راجل فكر هاند وش يعني، مش حوار يعني يضغط ويغسل ايده يعني. احلى حاجه ان صاحبته خدته من سكات ومشي. انت اول مره تعمل فيشل؟ انت فكرته زبادي يالا. الكسفه اللي انت فيها يا حازم. والله الرجاله دول غلابه، احنا اساسا لا بتوع تنظيف بشره ولا بتوع ماسك ولا كريمات، احنا على الله والله. الحمد لله ان ربنا منعم علينا يا جدعان بنضاره البشره لله وللوطن، يعني ده شيء الهي كده. سبحان الله، تلاقي البنت عماله تجيب كريمات ومش عارف ايه ب 500 جنيه وايه ب 2000 جنيه وايه ب 10000 جنيه، وانت الفوطه اللي بتمسح بيها وشك بتمسح بيها وعادي الدنيا حلوه يعني، تلاقي بشرتك انضف منها. ازيكم يا ولاد؟ يا ولاد الحمد لله احنا كويسين. انت عامله ايه؟ عاملين ايه يا عيال؟ انا جاي اشتكيلكم من حاجه اشتكي يا اخي. في مره كنت منزله فيديو فيديو ده ايه ده انجلش ولا عربي ولا فرنسي؟ دي لغه ايه دي؟ يعني بتماتش فيه على التريدميل تبعي. تبعي في ايه بقى ما تخلوا الدنيا سهله كده. فلقيت واحد في الكومنتات باعت لي بيضه كبيره. ده ايه ده بيضه التنين دي؟ بيضه كبيره جدا، اكبر بيضه شفتها في حياتي. وبيضه من ذهب. بيضه من ذهب؟ عيالك بعت لي بيضه كبيره جدا من ذهب في الكومنتات، وبيقول لي خدي. بيقدمها لي وانا كبير، اخدها ولا لا؟ ليه يا ولا؟ ليه يا ولا؟ انا مش قادر اتخيل لو انا قاعد مع شخص بيكلمني كده في موضوع جد، والله هفطس من الضحك. بجد ليه يا ولا؟ صاحبه يسكت؟ لا، يروح رازع كومنت باعت لي كرتونتين بيض عقبال عندكم كده من البيض البلدي الابيض. ده العيال دي منين دي؟ العيال دي منين؟ من سندوي؟ اصل ما شاء الله بقى دين فضلة خير حاجات كتير يعني. فوق بعض، وحطيت لي جنبهم قلب. وده معناه ايه ده؟ معناه ايه؟ وبعدين يعني بعتوا بيض بس؟ قال لما حطوا حته جبنه قديمه حتى. اذيتكم في ايه يا ولا؟ عشان خاطر تبعتوا ده انا شرف ليا ان انا اكون بيض. اوعي تقولي بس اذيتكم في ايه؟ انت صوتك لوحده اذيني نفسيا اساسا. انا شفت بس بالله عليكم يا جماعه، انا كنت اتمنى يكون اي كتير منك وخلاص اهو فاض بيا. هي متقصيه كده ليه؟ معقول كده انت متقصيه على اساس ان انت صوتك تحفه يعني. انا لما شفت احساسك كنت ساكته قلت بس البت دي شيرين. عادي تقسى عليا وتظلم فيا، انا حاسسهم باعتين لي فويس نوت، بجد مستحيل يكون دي اغنيه يعني. وده قلبك ايه اصلي ما شفتش عندك احساس. بس كفايه، عايز اقطع ودني. قلت بشوف لو عندي موهبه مدفونه واسيب الوظيفه يعني. وايه في الدنيا دي ده؟ هو اتقن ان مفيش موهبه فغاب بعض ومشي. احنا فين هني؟ هني؟ قالت هني صح؟ في الشرقيه. في الشرقيه؟ فين؟ كفر الصقر عربيه مش إلها سجل فراخ مش إلها وراك. يا جماعه انا عايز اسال سؤال بجد لبتوع الشرقيه، انتوا فعلا بتتكلموا كده ولا؟ انا والله مش بتنمر خالص، انا ما اعرفش اصلا حد شرقاوي عشان انا اساله، بس انا اعتقد لا يعني، على مدار حياتي اعتقد ان انا قابلت ناس من الشرقيه ما كانوش بيتكلموا هنيه وجده والكلام ده. مش تتريقي على بتوع الشرقيه عشان مش بعرف اتكلم. ليه انت بتعملي كده ليه؟ انا عملت ايه؟ انا بتكلم كده ليه يعني؟ عادي يعني. مش تتكلم زي اليسار. مش اتكلم زي لا مش إلك دعوه.
انت اكيد مش الكوا في خاد، اكيد مش الكوا في خاد يا ولاد الذين انتوا. الله الوكيل ما إلك حل. الله الوكيل ما إلك حل. الله الوكيل انتوا اللي ما لكم حل. الله الوكيل بحبك. الله الوكيل بحبك. الله الوكيل انت لو فتحت بقك هزعك 100 شبشب على بقك. انا عايز اعرف لو بتوع الشرقيه ما بيتكلموش كده السمعه دي طلعت عليكم ليه؟ ده انتوا عالم مش الكوا حل صحيح. بتقول لك لما نبقى بنتكلم في وسط الموضوع يقول لي ايه فبعفويه اقول له خدتك عليه بعفويه. عفويه خالص، لا وخجوله كمان. بس انا عندي سؤال حضرتك، لما انت تاخديه عليه مطلوب مننا كرجاله نعمل ايه؟ نغسل مواعين ونمسح السلالم يعني؟ يا جماعه ما كل واحد ياخد دوره بقى. عارفه اقسم بالله يا بنت الحلال انا بقى عندي كلام اقوله لك، بس انت يا كده عارفه الشخصيه دي مهما قالت ايه بينا ومهما ايه اللي ضرب الكلام بينا. انتوا كنتوا بتتكلموا قدامه يعني؟ انا بس عايز اسال سؤال بجد، يا حصره الحواجب، انتوا ليه حاطين حواجبكم بين قوسين بالشكل ده؟ ده يقول لك والله العظيم يا بنت بحبك وشريكه عمره ما حب حد غيري. يا جماعه انتوا كرجاله بتقعدوا مع بعض يعني تقول له انا قلبي وجعني قوي عليها وكده؟ اصل انا لو حتى في الموقف ده انا اتكسف احكي لحد اقول له انا عمال اعيط بسببها تعملوا ده ازاي؟ عرفها اللي انا مش عارف انساها وعارف ينساكي والنهار طلع اهوت وعمال يتكلم عنك. ما تاخد تكلمها انت بجد يعني، بدل ما انت سايبه هو اللي يحكي لها كل حاجه يعني. عرفها اللي مفيش واحده هتاخد مكانها ولا حد هيجي. بص 1% زيك. هو انت احمد عز يعني انت حاسس ان انت كل يوم في 3 4 نسوان هيموتوا عليه؟ كيف تغير كاميرا جوالك من كذا الى كذا؟ الفيديوهين متصورين بكاميرا تليفون ايدي اصلا ما تحورش. كل ما عليك انك تغير جوال جديد. الناس دي تلعب بعقولنا الكوره والله. بقى انت قاعد كده ومستني نصيحه تجيلك فجاه تلاقي افيه زي ده. يا جماعه هو ليه الناس بتتعامل مع مايكل جاكسون ده على انه كان معاق؟ الراجل يا جماعه كان بيرقص ومخترع رقص، ازاي احنا بنطلع نعمل كده؟ صداعه ولا انا مش فاهم حاجه. صباح الخير، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ يا صباح الفل، انت اللي اخبارك ايه؟ نمت كويس امبارح؟ مش احسن حاجه والله بس تمام. قولي لنا بس انت في ايه؟ ولا زي كل يوم؟ زي كل يوم؟ لا مش زي كل يوم يعني. المهم يعني قولي لنا انت في ايه؟ زي كل يوم. تعال اقول لك على حاجه مهمه. لا ما جيش تعبيطه ولا انا لو جيت هضعف وانا مش عايز اضعف. انت طلعتي يا رخامه ليه واحنا لسه بنتكلم اساسا؟ ما في ايه حضرتك؟ في ناس كتيره جدا ما تعرفش ان القلق معناه قله سيطره. في ناس فعلا ما تعرفش ان القلق في ناس ما تعرفش عموما يعني، فاهماني؟ ما هو الوضع صعب يعني انت بتقلق من حاجه عشان انت مش عارف تسيطر عليها. انا مش عارف اركز في المحتوى يعني، انت مشتتاني ومبوظه الدنيا خالص. عشان قدرتك على التحكم فيها منخفضه. دي حقيقة، احنا كلنا قدرتنا منخفضه فعلا، محتاجين نزود من قدرتنا يا جماعه. عندك حل من حلين ملهمش تالت. الحل الاولاني انك تجتهد تشوف ازاي تعرف تسيطر عليها. ما هو انا مهما اجتهدت الموضوع يعني صعب برضه. ما هو يعني حد هيعرف يجتهد ولا هنجتهد ولا نجتهد كلنا؟ هنعمل ايه طيب الحوار ده؟ وغالبا هتكون شيء من الاشياء يعني مثلا شغلك، دراستك، حاجه معينه في ايدك، علاقه حتى من العلاقات. بالنسبه للعلاقات بقى عايز افهم حاجه يا دكتوره لو سمحت. يعني بالنسبه للعلاقات هو حضرتك عامله كده ليه؟ يعني انا مش فاهم. ما هو ده مش محتوى يعني. احنا هنقدم محتوى لازم نخلي اللي قدامنا يركز في المحتوى. يعني انا ينفع حضرتك اطلع اقدم محتوى وانا عامل كتفي كده؟ اكيد مش هينفع. ما هو انت مشتتاني. انت لازم تجتهد علشان تستمر، لكن برضو في احتمال تاني ان انت اصلا ما تقدرش تسيطر عليها، حاجه خارج قدراتك. وبعيده كمان، بعيده عن القدرات خالص يعني. تعال نشوف الفيديو اللي بعده يعني عشان ده متعب قوي. الناس الكبيره اللي ناس ايه يا حضرتك؟ ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده، ما ينفعش. في ناس بتشوفنا وكده عندها التهابات في الاعصاب، اللي جسمها تعبان، اللي عندها الام بشكل عام. انا كل الام، انا بعاني من الالام بشكل مش طبيعي، مش عارفه تركز. كل الكلام ده يفيدهم للكبير وللصغير ونفس الجرعه، هي بس رشه ورشه والموضوع. رشه ايه؟ وحضرتك دكتوره مزيل عيا؟ انا مش فاهم حضرتك محتواكي ايه؟ حضرتك دكتوره تخصص ايه؟ فهميني. انتهي يا جماعه، ندخل الحاجات الجميله دي اللي هي عندنا. انت بتقولي ايه؟ ندخل ايه الحاجات جميله فين؟ نعمل ايه؟ بلاش لو احنا حطينا 3-4 حاجات كده. حطينا ودخلنا و3 4 حاجات. والله انا مش عايز افهمك غلط، انا عايز اسلك النيه وانت مش مساعداني. حياتنا رياضه، تغذيه، حياتنا هتتغير. حياتنا حتى كمان مش لازم بعد شهر، بعد شهرين، بس بعد سنه 2 3. اعملوا بلان دايما لحياتكم مستقبلا. هو ايه البلان بقى اللي حضرتك عاملاها؟ يعني انت البلان
البلان طبعا انا متخيل البلان هي قبل الفيديو بتنقي اكتر حاجه انت فاهم، وبعد كده تصور الفيديو بعد كده تنزل الفيديو. اهم حاجه عشان تنجح البلان لازم هي الخطوه اللي قبل الفيديو اللي هي هتشوف هي هتلبس ايه عشان البلان الدنيا تنجح يعني. ما تبصوش تحت رجليكم. لا مش هبص، انا باصص فوق، انا هبص تحت اللي هو اصلا ما فيش حاجه تحت، ما انا هبص فوق. بصوا للمستقبل، حضرتك بعد 5 سنين هتبقى عامل ازاي، بعد 10 سنين هتبقى عامل ازاي. هتزحف على ركبك بالوضع اللي انت شايفه ده، بعد 10 سنين مش هتكملوا بيه كده كده هتزحف. انا بقول دلوقتي حاجات عشان يحميك بعد 10 سنين ان انت ما تاخدش ادويه، او ان حضرتك ما تاخديش ادويه او جسمك يتبهدل بشكل او باخر. عشان ما ناخدش ادويه، انا حاسس ان احنا كلنا يعني بعد ال 40 كلنا هنعجز. حتى الناس اللي اوريدي عندها ده برضو بيقلل من عليها الادويه. ما هي الناس اللي هتاخد على سبيل المثال الكركمين ده هيقلل ممكن نسبه المسكنات اللي هي بتاخدها، هيساعدها بشكل او باخر، فرشور هيساعدها. طب تعالوا نشوف النصيحه اللي بعدها، في فيديو تاني فيه نصيحه برضه. صباح الياسمين. ياسمين ايه؟ ياسمين ايه ده؟ كل فيديو اشوفها الاقيه اسخن من اللي قبله. حضرتك ليه بتعملي كده فينا بس؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. انا بصراحه صحيت الصبح النهارده، خدت شاور وعملت الكافيه بتاعي. كافيه؟ عملتي كافيه كامل بتاعك؟ واضح ان انت واخده شاور وعامله كده، واضح فعلا. ولكن وصلني اسئله كتيره جدا 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 بصراحه، فغيرت البلان بتاعي. انا قلت ان انا الافضل ان انا اجاوبكم على اسئلتكم. طبعا قبل ما تغير البلان كانت لابسه حاجه تانية، بعد ما غيرت البلان لبست حاجه تانية، حاجه تتماشى مع المحتوى اللي احنا بنقدمه ده. ولقيت سؤال يعني ناس كتيره بتحب تسال فيه، ناس كتيره بتحب دايما تستفسر او تسمع الاجابات او الردود، فخلينا كده نقرا السؤال او نشوف السؤال. ايوه ندخل في الموضوع بقى ونقرا السؤال بالله عليك، عايز اركز في المحتوى. السؤال بيقول بقى ايه؟ ازاي افرق بين خطيبتي بتحبني بجد وبين ان العلاقه ماشيه بسبب التعود والارتباط؟ اسمع بقى النصيحه من اهل الخبره، مش هتلاقي اهل خبره اكتر من كده يعني. تمام اوكي. انا بصراحه شدني السؤال ده جدا زي ما انا قلت كده، عشان في انت شكل اي حاجه بتشدك، انا عايزك اجمد من كده. انت عندك 4 اسئله، انت او انتي، اوكي؟ عندكم 4 اسئله تسالوها. الاسئله دي اجاباتها بتدل هل شريك حياتك او الشخص اللي انت تامل ان انت تعيش معاه مدى الحياه، هل فعلا هو الشخص المناسب بالنسبه لك؟ هل هو بس انا فهمت دي دكتوره ايه؟ دي دكتوره خبره علاقات، وما ينفعش نذكر نوع العلاقات، بس هي دكتوره خبره علاقات. 4 اسئله. اول حاجه الاحترام. خلاص احنا لازم يا جماعه نقول اكيد في فروق ما بين الراجل والست. طبعا. وبعدين بالنسبه للاحترام انت مش هتلاقي احترام بعد كده، يعني ليفل احترام اوفر بقى. خلاص في علم النفس دايما الراجل بيميل اكتر للاحترام والتقدير يعني. وبعد ما تشوف الوضع ده هتلاقي نفسك ما عندكش الاحترام بشكل كافي، وهتبتدي تفكر في الدكتوره نفسها. يعني اكتر حاجه تلمس الراجل هو احترامه خصوصا قدام الناس، وتقديره او الابريشيشن على اي حاجه هو يعمل. الله ينور عليك. الراجل معروف انه بيحب البلاي ستيشن، عندك اي مشكله هاتيله بلاي ستيشن، الدنيا هتتحل معاكم. اوكي. اما بالنسبه للست اكتر حاجه تحبها الحب والاحتواء، خصوصا في الوقت الصعب. هي ممكن في الوقت الصعب مثلا بتعيط منهاره، هي مش عايزه حلول، هي عايزه بس حد يحتويها في اللحظات دي لغايه ما تقدر تقف على رجليها مره ثانيه. الله ينور عليك. حضرتك محتويه الفانز كلهم، يعني حضرتك عندك كميه من الاحتواء مش طبيعيه. انا بقول كفايه احتواء لحد كده. ده يا حبايب قلبي كان اخر فيديو معانا، اتمنى الفيديو يكون عجبك. اتمنى لو نسيت تعمل لايك تنزل حالا تعمل لايك. عايزين نوصل الفيديو ده 10000 لايك، مش عايزين نقل عن كده. وطبعا لو الفيديو رفع ممكن نوصل 20 30 40 الف لايك، انا مش هزعل صدقوني، مش هتضايق. سايب لكم لينك تحت تقدروا تتابعوني من خلال اللينك ده في كل حته. سلام عليكم.